زمان خلال العصر القديم للممالك والإمبراطوريات، وبالتحديد في فترة صعود الإمبراطوريات العظيمة اللي حكمت جنوب شرق آسيا بالكامل تقريبا، واللي كان ليها دور رئيسي في تاريخ المنطقة بعد ما استقلت عن الاستعمار الأجنبي وموجة الحروب العالمية الأولى والثانية. ظهرت لنا إندونيسيا كدولة موحدة، واستمر ازدهارها بين دول العالم لحد يومنا ده. السجلات الصينية بتوضح لنا ان التجارة بين الهند والصين والجزر الثانية ضمن ما هو الأرخبيل الإندونيسي كانت مزدهرة بالفعل من القرن الأول الميلادي. كانت الإمبراطورية البحرية القوية لمملكة سريفيجايا في جنوب سومطرة اللي حكمت بحر سومطرة ومضيق ملقا من القرن السابع للقرن ال13، وكانت مركز لتعلم البوذية، واشتهرت كمان بثروتها في القرنين الثامن والتاسع. جاءت أسرة سايلندرا في مملكة ماترام في وسط جاوا وبنت معبد بروبودور البوذي، وبعدين تبعوا بناء معبد برامبانان الهندوسي من عام 1294 في القرن ال15. كانت مملكة ماجابهت القوية في جاوا الشرقية ليها السلطة على جزء كبير من الأرخبيل ده. في الوقت ده بالتحديد ازدهروا السلاطين الصغار والكبار في العديد من جزر الأرخبيل من سومطرة إلى جاوا وبالي إلى كاليمانتان وسولاويزي وتيرانتي ومولوكاس، وخاصة بعد وصول الإسلام في القرن ال13. المسلمين أسسوا أكثر من مملكة في إندونيسيا، زي سلطنة بنتام على يد السلطان حسن الدين في جاوا الغربية، وسلطنة مترام اللي أنشأها رجل عسكري يدعى سنفاني في شرق جاوا، وسلطنة أتشيه في شمال سومطرة، وسلطنة ديماك في وسط جاوا واللي أقامها رمضان الفاطمي عام 832 هجرية، وبرضه سلطنة بلامانغ في جنوب سومطرة. أول مرة دخل الأوروبيين إندونيسيا كانت في عام 1512 لما وصلت السفن التجارية البرتغالية بقيادة فرانسيسكو سيراو، وسعوا للسيطرة وقتها على تجارة التوابل في جزر الملوك. وكانت البرتغال هي أولى الدول اللي احتلت إندونيسيا، وجاءت بعدها على طول هولندا، وحصلت معارك شديدة بين الإندونيسيين ضد البرتغال وهولندا. إندونيسيا قاومت الاحتلال وعملوا ثورات كثيرة ضد الهولنديين والبرتغاليين، خاصة بعد ما اتقتل واحد من ملوك إندونيسيا عام 1570 وهو هارون سلطان ترنات، واللي كانت سلطته بتمتد لحد الفلبين. قامت ثورة كبيرة ضد المستعمرين الظالمين في جميع أنحاء البلاد، وتعهد الشباب الإندونيسي في معاهدة عام 1928 ببناء بلد واحد، أمة واحدة، ولغة واحدة، إندونيسيا، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة أو الخلفية العرقية، في الإقليم اللي كان يعرف وقتها باسم جزر الهند الشرقية الهولندية. وأخيرا في تاريخ 17 أغسطس من عام 1945 بعد هزيمة اليابانيين، أعلن الشعب الإندونيسي استقلاله من خلال قادته سوكارنو وهاتا الحرية. مع ذلك برضو ما كانش من السهل إنها تتاخد، وبعد سنوات من القتال الدامي رضخت الحكومة الهولندية أخيرا واعترفت رسميا باستقلال إندونيسيا في عام 1950.